أجمينيت بالأراضي الصحراوية المحررة خلال إشرافه على المناورات السنوية للجيش الصحراوي. أعرب عن أمله في أن يحمل العالم الطرف المغربي على الانصياع لإرادة السلام والتعايش بمنطقة المغرب العربي. وأبدى غالي لدى إشرافه على افتتاح الفعاليات استعداد جبهة البوليزاريو لبناء مغرب عربي شريطة أن يحترم حق الشعب الصحراوي في الاختيار الحر لمستقبله في بناء دولته دون إقصاء. التغطية لوليد زروق والتقرير لدلب طبة. بأقصى جنوب الأراضي الصحراوية المحررة مناورات عسكرية للجيش الصحراوي باستعمال الذخيرة الحية عبر تمرين هدفه تحرير منطقة واسترجاعها. وهنا كانت الكلمة لقوات الجيش في تطبيق التمرين تحت أنظار الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي. من خلالها نبعث رسالة للعالم: سنواصل مقاومتنا، سنواصل صمودنا، سنواصل نضالنا حتى نستكمل سيادة الشعب الصحراوي على كامل ترابه الوطني، على كامل تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ونأمل من العالم أن يقوم بمجهود يساعد الطرف الآخر على الانصياع لإرادة السلام وإرادة التعايش في منطقة المغرب العربي، ولنبني مغرب عربي يعني من 6 مكونات كما يجب، والطرف الصحراوي مستعد تمام الاستعداد لذلك، مع أن يحترم حق الشعب الصحراوي في الاختيار الحر، اختيار مستقبله، بناء دولته. نحن يعني في منطقة يمكن أن نتعايش كلنا فيها يعني بدون إقصاء. والمملكة المغربية رسالتنا لها أنه كفى من سياسة الهروب إلى الأمام، لن تجدي نفعا، لن تؤثر في إرادة الشعب الصحراوي. إرادة الشعب الصحراوي والشعب الصحراوي متشبث بحقه، متشبث بوطنه، ويوم من الأيام سيصل. إذن عليهم أن ينتهجوا سياسة أخرى تبحث عن السلام والانصياع للإرادة الدولية باحترام القانون الدولي، وتمكين الشعب الصحراوي من اختياره الحر مستقبله، بناء دولته، حريته واستقلاله، وجمع شمل الصحراويات والصحراويين على كامل ترابه الوطني حر مستقل. المناورات العسكرية التي نشطتها الناحية العسكرية السابعة بالاشتراك مع الناحية الأولى والثالثة أثبتت فيها قوات الجيش الصحراوي جدارتها الميدانية بروح يملأها العزم والإصرار على استرجاع كافة الأراضي والعمل على انتصار عادل للقضية. أصيب فلسطينيان